مساء الفل، اخباركم ايه؟ هتكلم النهارده على تحليل مبسط لتشكيله فلومنسي البرازيلي اللي هتلاعب الاهلي بكره بمشيئه الله. بدايه من حراس المرمى، طبعا فابيو حارس مرمى فلومنسي البرازيلي عنده 42 سنه. نقطه قوته ان هو طويل القامه، يعني الكرات الهوائيه سهله جدا وعنده رشاقه غير طبيعيه. نقط ضعفه الكرات الارضيه، يعني اي تسديده على الارض هتسبب له ازعاج كتير جدا. طبعا لازم محللي الاداء يشوفوا النقطه دي. طبعا خط الدفاع بالكامل معدل اعماره 35 ل 42 سنه، بدايه من فيليب ميلو لاعب جالاتا السابق ولاعب بالميراث البرازيلي اللي لعب الاهلي السابق وبيلعب دلوقتي مع فلومنس البرازيلي. طبعا مارسيلو غني عن التعريف، لاعب ريال مدريد السابق وعنده 35 سنه. نينو عنده 42 سنه. اهم نقط قوة فلومنسي البرازيلي هي خط الوسط بتاعهم. مارتينيلي، طبعا مارتينيلي مش بتاع الارسنال، مارتينيلي بتاع فلومنسي البرازيلي، زائد اندريه. واندريه ده اعلى ممرر كرة في الدوري البرازيلي ب 2348 تمريرة في الدوري البرازيلي. قيمته التسويقية 25 مليون يورو. أحسن لاعبي خط الوسط في الدوري البرازيلي. عنده عرض قوي جدا من ريال مدريد. هنشوف ايه اللي هيحصل له مع ريال مدريد بعد المباراة ان شاء الله. بس ده أهم لاعب في فلومنسي البرازيل. ندخل على خط الهجوم. كينو السابق بتاع بيراميدز غير كينو الحالي. كينو السابق كان شاب، كان بيلعب، طبعا كلنا عارفين ان هو عنده مهارة غير طبيعية، عنده تسديدات وعنده ار2 بطريقة جنونية. لكن نقطة ضعف كينو ان هو مش بيرجع يدافع عشان لياقته البدنية عند الراجل 34 سنة، مش هيقدر يدافع يعني. غير حسين الشحات بيعرف يدافع ويهاجم. كالو مهاجم الارجنتيني السفاح، محطة وهيدر كويس جدا، عنده 35 سنة، بيعرف يسرق المدافع كويس جدا. يعني محمد عبد المنعم لازم يكون في رقابة صارمة للغاية لكالو. ارياس الجناح الكولومبي عنده كنترول قوي وممتاز جدا على الكورة، سريع جدا على الكورة، يعني عنده كنترول ولاعيب سريع قوي بدنيا. طبعا اللعيبه الكولومبيه معروفه بالمهاره والقوه البدنيه بتاعتها. فلومنسي البرازيلي عنده نقاط قوه ونقاط ضعف. معدل اعمارهم كبيره قوي وصغيره قوي، ابيض واسود، يعني الفريق في المتناول. على فكره يعني ممكن تضرب خط الدفاع بتاعه بالكامل، وعلى فكره خط الدفاع بتاعهم بيهاجم مع الفريق عادي في دايرة المنتصف. لا يعني الفريق في المتناول. اهم حاجة التركيز ثم التركيز ثم التركيز للاهلي. اتمنى التوفيق للاهلي في مباراة الغد ان شاء الله. سلام.